تعالي أقولك إزاي توصلي للون الخطير ده في التحمير والشوي. بعد ما تتأكدي إن الديك خلاص استوى وبقى جوسي وطري، هتجيبي زبدة سايحة تكفي الديك الرومي أو الفرخة اللي هتشويها، وتحطي عليها معلقة كبيرة كاتشب ومعلقة كبيرة بابريكا مدخنة أو معجون فلفل أحمر ومعلقة كبيرة ترياكي صوص وشوية ملح والتوابل اللي بتحبيها، وتضيفي شوية سكر بني صغيرين أو عسل علشان هو ده اللي بيدي اللمعة، وادهني الديك كويس وخليكي كريمة ووزعي على قد ما تقدري في كل حتة وفي كل مكان. ادهني ووزعي الخليط كله، وبعد كده خدي كده كبشة توابل، توابل مشكلة رشيها على الوش، كمية حلوة كده معتبرة رشيها. تشكيلة التوابل دي أنا هكتبها لك تحت الفيديو. بعد كده بقى رجعيه الفرن تاني وافتحي عليه الشواية من فوق على درجة عالية وسيبيه حوالي ربع ساعة، وكل شوية افتحي وشوفي لو اللون مش عاجبك ادهنيه تاني وزودي الدهان بالزبدة المتبهرة لحد ما توصلي للون اللي يعجبك. ولو مش حابة ترجعيه الفرن ممكن تستخدمي مسدس اللهب اللي تحمري الوش بيه. وما تنسيش بعد ما تحمريه ويخرج اوعي تقطعيه على طول، غطيه كويس وكمريه وسيبيه يرتاح علشان البخار يطريه اكتر واكتر.